يا أخي تصحى من النوم بعد فوز الأهلي ببطولة كبيرة، تحس إن أنت يومك مختلف وجميل. تنام بالليل بعد فوز الأهلي تحس إن أنت يومك اختلف تماما، حتى لو كنت في وضع سيء طول النهار. يفوز الأهلي على الزمالك امبارح خلى الشعب سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الإمام. النهارده عندنا حلقة جميلة، حلقة بنتكلم فيها على الإيجابيات والسعادة والحلاوة اللي احنا فيها من امبارح. بنتكلم فيها على المباراة المهمة اللي ودتنا أو هتودينا في سكة هدوء ولطافة وشياكة وجمال الفترة الجاية، علشان نقدر نساعد فرقتنا إنها تسترد عرش الدوري، أو لا الأول على الدوري، وتسترد بطولة أفريقيا. هتبدأ تشتغل في هدوء. الهدوء ده كان عمره ما هيجيلك إلا بفوزك على الزمالك. تخيل معايا أي حاجة تانية، كارثة. كارثة بكل معنى الكلمة. فوزنا على الزمالك امبارح ادانا فرصة كبيرة وعظيمة ان احنا نشتغل موسم هادئ لغاية ما تقابل بطولة او وضع تاني في نفس الصعوبة. البطولة ما كانش سهلة ابدا. انت بادئ الموسم بشكل مش ظريف، فريق عنده مشاكل بدنية واضحة، فريق عنده مشاكل في اوضة اللبس، فريق. فيجي بعد كل ده يبدأ الموضوع يتظبط بالسرعة دي في خلال اسبوعين ثلاثة بعد ما مشي ريبيرو وعماد النحاس. فنقول الحمد لله، الحمد لله ان قدرنا نكسب البطولة دي، لان اي حاجة تانية كانت هتدخلنا في سكة وحشة جدا. بطولة في منتهى الأهمية، هتشوفوا أثرها وقوتها لما ناخد البطولات التانية بقية الموسم، لأن ده توقعي. البطولة دي مفتاح بطولات الأهلي السنة الجاية، وخلينا قاعدين ونشوف ونتفرج مع بعض. لو ما كانش إن شاء الله، لو عملنا التعاقدات في يناير بشكل مظبوط وقدرنا نظبط بعض نواقص فرقتنا، بقول لكم البطولة دي مفتاح الأهلي في إنه يحصد جميع البطولات المحلية والأفريقية هذا الموسم مع هذا الفريق القوي وهذا المدير الفني المبشر. مليون مبروك عليكم فوز السوبر، مليون مبروك عليكم الليلة العظيمة والنهاردة اليوم الجميل. وألف حسرة على السبابين اللي قعدوا يشتموا زيزو طول الماتش. المجموعة إياها عملت حاجة في عرف كرة القدم ملهاش علاقة خالص بأسلوب وحلاوة تشجيع الكورة وحتى عرف الألتراس. انت فكرة ان انت تروح ماتش من اول دقيقة كل تفكيرك وهمك من اول دقيقة ايه، اسف، ده من الماتش اللي فات، من المباراة اللي فاتت، كل تفكيرك السب والشتيمة لسيد زيزو وابوه وامه ومراته وكل ما يخصه. من اول دقيقة الماتش امبارح شغالين يشتموا فيه، سايبين فرقتهم اصلا ما بيشجعوهاش. عشان كده بقول لك روح اتفرج على التراس، او يعني بنقول بقايا التراس اهلاوي اللي كانت موجودة امبارح، واللي اتعمل الكاونتر عليهم امبارح في الدخله بتاعتهم. يعني اتعلم عليهم كوره واتعلم عليهم في المدرجات اللي عاملين فيها جامدين قوي. وبعد ما اترفع الكاونتر بتاع الدخله بتاعتهم واتحرقت لهم الدخله وشالوها بسرعه علشان يداروا على الموقف، بس خلاص طلعوا المسرح، عمالين سب في زيزو وابوه. الواد يروح يلعب كورنر سامعين الشتيمه، يا ابن الكذا يا ابن الكذا يا ابن الكذا يا ابن الكذا. يا ابني شجع فرقتك يا ابني، يا ابني السوبر بيضيع. زيزو امبارح هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي. زيزو امبارح عمل حاجة ملهاش علاقة بكرة القدم، عمل حاجة فضائية، عمل رد ولا أروع. رد أي حد يتعرض لهذا السباب والشتيمة المتواصلة ممكن يتهز، ممكن معرفش ايه. زيزو امبارح بيثبت انه اقوى شخصية في مصر رياضية، اقوى شخصية رياضية في مصر. زيزو امبارح بيثبت انه لاعب عنده القدرة انه يكون كادر اداري قوي جدا في الاهلي مستقبلا ان شاء الله بعد ما يخلص مشواره. زيزو عمل كل حاجة امبارح. زيزو بياخد الكوره بتاع في المباراه، بيخلص لك كل الصعب وبيسهل لك الامور كلها. واتفرجوا على الهدف بن شرقي، ثرو عظيم، عظيم لبن شرقي. بعد على فكره بالمناسبه
هو اللي طلب من بن شرقي انه يجي يهرب في الحته دي علشان يقدر ياخد الثرو، وفي الاخر خد الثرو، جري له بن شرقي في الحته الفاضيه، اداها له من اخر الدنيا على صدره، على صدره هنا كده، ما يعرفوهاش يا عيني. هم تقريبا عندهم حجم الدراع مثلا كبير نازل على الحته دي كده، لان هم عمالين يتخانقوا، هيقول لك ده بس ايده عمالين يصور لك الكوره وهي نازله بعد ما الواد عملها كده. حبيبي صدره هنا، تعرف تعملها دي؟ اعلمها لك، اوريها لك دلوقتي كده. صعبه عليك دي، ما تقدرش تفهمها. ما هو انت لازم تشوف لك اي حوار، اي قصه، اي منكش، المهم ان الاهلي ما عرفش يكسبك كوره، اي حاجه، اي حوار. اتكلموا بس في اللي ينفعكم، وانسوا الحوارات الفكسانه المضروبه بالنار اللي ملهاش اي لازمه ولا اي معنى. زيزو امبارح نجم نجوم النادي الاهلي، بيعمل او بياخد اول بطوله ليه مع النادي الاهلي، وبيقدم اوراق اعتماد رسميه، رغم ان هو افضل من افضل لاعبي الاهلي طوال الموسم، انه جاي يلعب بروح الفانيلا الحمراء وهيقاتل مع النادي الاهلي، وبياخد اول بطوله مع النادي الاهلي. الزمالك رايح في سكه الضياع، رايح في سكه اللي يروح ما يرجعش، رايح في سكه ما يعلم بها الا ربنا. ايقافات قيد، غرامات بارقام مهوله، لعيبه تعبانه وكسر، تجربه دنماركيه عندهم في النادي نهايتها سودة. الفريق رايح في سكه ما يروح ما يرجعش. ماتش الاهلي كان ممكن يديهم شويه نفس يفلفظ بيه زي ما يفلفظ بيه البطولة السوبر الافريقي اللي خدها من الاهلي اول السنه اللي فاتت، اديته نفس شويه، خليته يكمل لنهايه الموسم من غير ما حد يتخانق معاه. ان السنه دي بادئينها ايه؟ بادئينها شفا مشفيه، هيتروقوا طول السنه من الجماهير ومن الاداره، وهتبقى كده يعني سلخانه، حرفيا سلخانه. فالزمالك وضعه صعب جدا، قضيت عليه من وجهه نظري. الزمالك من وجهه نظري الموسم بتاعه انتهى، وطول ما عقليه جماهير وقاعده، البعض منهم لسه بيفكر هو بن شرقي اخد الكوره بايده ولا بصدره. هي الكوره لما تيجي من دماغه بايده ويخش، ايه المشكله؟ ما انتوا مش لسه قايلين دي عقليه لعيبه كوره؟ اقسم بالله لعيب كوره طالع يقول كده. جمال عبد الحميد لعيب كوره طالع يقول كده في الفضائيه، لعيب كوره دولي جايبينه يستضيفه، مش فاهم ان المهاجم لما يستفاد بان الكوره دخلت جول ويستفاد انها دخلت بايده تتحسب على اي وضع، ان شاء الله يكون حاطط ايده في جيبه. بدم الكوره لمست ايدك ودخلت كمهاجم واستفدت منها انها ان انت بطريقه غير شرعيه احرزت هدف، يتلغي غير المدافع. نروح بقى ليستروب اللي بيعمل اول بطوله ليه مع النادي الاهلي. يستروب امبارح يبدا ياخد الثقه، يبدا يعمل الرابط الاول بينه وبين جمهور الاهلي، والرابط الثاني ايه هو الرابط الاول والرابط الثاني بينه وبين جمهور الاهلي؟ الرابط الاول هو الحصول على البطوله او البطولات بشكل عام. فبدأ ياخد او ينتش اول بطولة ليه في اول اختبار حقيقي كبطولة في النادي الاهلي، خدها على طول. فده رابط اول يقربه من الجماهير التاني. الرابط التاني هو انك تكسب الديربي وتكسب الزمالك. ياما في مدربين كانوا بيقدروا ياخدوا بطولات مع الاهلي بس ما بيكسبوش الدربيات، ما كانوش بيستمروا وما كانوش بيخشوا قلوب الجماهير. الحتتين دول تخليه او تاثر مسافات كبيره جدا بينه وبين جمهور الاهلي. فايلر عمل كده، كولر عمل كده، يستروب عمل كده، يا مرحب يا مرحب يا مراحب. بن شرقي وزيزو امبارح بيعملوا سيمفونيه توقع قلب وتقتل البعض بعد السباب واللعن طول المباراة. نروح بقى لديانج. ديانج انا عايز اوريكم حاجة ممكن تلخص الكثير من اللي انا عايز اقوله. كورة لديانج انقذ الاهلي تقريبا بشبه هدف، ومش عارف مصير ديانج فين. نبص مع بعض كده واوريكم. دي كورة للزمالك بتتعمل، اتزحلق عليها، شفتوها؟ اوريكم الزحلقة تاني. زحلقة، شايفين؟ تاني القطعة دي ما يعملهاش الا ديانج. شايفين كان رايح يعمل خد وهات، شايفين في قلب منطقة الجزاء، بعد ما ياخد الخد وهات يروح يا باشا على المرمى، وكل سنة وانت طيب انفراد. ده مش كده وبس، شوفوا عمل ايه بعد ما قطع، نتفرج عليها تاني بشكل مستفيض. ادي الراجل رايح اهو، دخل عمل السلايد عليه وخد الكورة، وبعدين كمل المرتدة، رايح يكمل المرتدة. شايف بيجري ادوا لزيزو، زيزو طاهر، ادى لطاهر، طاهر طبعا ما عندوش الرؤيه ولا الفيجن انه يقدر يدي لديانج تاني هدف مؤكد مليون %. ده ديانج باختصار. ديانج اللي بيعمل لك قطعه غريبه، شكل غريب،
ما بيشوفوش غير في نسخة اليو ديانج اللي بيبدأ يستعيد وياخد ثقة كبيرة جدا لنفسه علشان يكون هو من افضل لاعبي الاهلي امبارح مع زيزو في المباراة. ديانج هيمشي والكلام كله على انه هيمشي، مين بديله؟ مين يقدر يعوض اليو ديانج؟ سؤال هيبقى على ترابيزة إدارة الأهلي وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ والكابتن الخطيب الفترة الجاية. من يعوض هذا اللاعب الفذ اللي تم ظلمه كثيرا في النادي الأهلي من مدربين كثر بسبب أو بحجة إنه عنده باص قليل شوية، إنما باقي إمكانياته تخليه في أي حتة تانية وفي أي مكان تاني خارج اللي بيقولوه الناس دي كلها. لازم ديانج كان يبقى موجود في الملعب. عموما مليون مبروك، فوز جميل برهن على ان في فرق كبير جدا بين الاهلي والزمالك على المستوى الفني هذا الموسم. اكد الكلام ده بشكل واضح جدا في الملعب. اكدنا وريحنا نفسنا على ان احنا رايحين الحمد لله في سكة الطريق السليم والطريق الصحيح الفترة الجاية علشان نكون او بنعمل او بنكمل فرقتنا الجديدة اللي احنا بنعملها علشان نقدر ناخد بطولة افريقيا. كل ده والدوري طبعا، كل ده في جنب كده وفي كفة، ونيجي للكفة الأهم إن الفوز ما يخليناش أبدا ننسى إن إحنا محتاجين نواقص وعندنا لعيبة. مش معنى إن اللعيب ده تألق ماتش كده أو عمل لك ماتش كده أو عمل لك لمسة كده إن اللعيب ده يكمل أو اللعيب ده ينفعك أو اللعيب ده ينفع على المستوى الأساسي. اوعى تنسى، اوعى تاخد الكرة لقطات. الكرة مجموعة من السنين او الشهور تبدأ تقيم فيها اللعيبة وتبدأ تشوف هو بيفيدك امتى ووقفته قليلة ولا كبيرة، وهل انت ممكن تحتاجه كبديل ولا اساسي، واللي عاوز او اللي ما ينفعش يمشي او اللي اكد فشله يمشي، وتبدأ تغير وتجدد فرقتك وتلحق عشان تظبط بطولة افريقيا. اوعى تنسى الموضوع ده. مبروك يا اهلاوية. وايه اللي حصل عندكم ما تسمعونا احسكم. لو عجبتك الحلقه لايك وسبسكرايب، وبشكرك جدا على او بشكركم جدا على وجودكم معانا، ونتقابل على خير في حلقه جديده ان شاء الله.